في شوارع برمنجهام سنة 1919. مجرد ما بتسمع صوت حوافر الحصان ده الناس كانت بتستخبى في بيوتها وكأن الموت ماشي على الأرض. بيبدأ مسلسلنا مع عيلة شيلبي واللي مكونة من الأخ الكبير أرثر وتوماس الزعيم الفعلي وجون وفين واختهم ايدا. اما بقى اللي مربياهم وممشيه البيت هي العمه بولي، واللي بنعرف من احداث المسلسل ان شغلهم الاساسي هو المراهنات على سباق الخيول. بس المشكله بتبدا لما رجاله توماس شيلبي بيسرقوا بالغلط صناديق من المينا وبيكتشفوا انها مليانه اسلحه تقيله تابعه للحكومه البريطانيه. وهنا الدنيا بتولع والحكومه بتبعت مفتش اسمه كامبل، وده راجل ما بيرحمش، عشان يقلب برمنجهام ويرجع الاسلحه دي تاني. وتوماس بيروح للعمه بولي ويقول لها ان رجالته سرقوا الاسلحه دي بالغلط وانهم ما كانوش عارفين انها اسلحه تابعه للجيش البريطاني. بس العمه بولي بتترعب وبتطلب منه فورا انه يرمي الاسلحه دي او يرجعها في مكان قريب من اللي خدها منه. بس تومي في اخر لحظه بيقرر انه يحتفظ بيها عشان يستخدمها كورقه ضغط بعدين. في الوقت ده بتوصل حانة المدينة بنت في منتهى الجمال واسمها جريس، وبتطلب من صاحب الحانة انها تشتغل معاه. بس الراجل بيرفض، وجريس بتفضل تتحايل عليه وبتقول له ان انا كمان صوتي حلو وهقدر اجذب الزباين انهم يقعدوا في الحانة بتاعتك. بس اللي محدش يعرفه ان البنت البريئة دي في الحقيقة مخبرة سرية تابعة للمفتش كامبل، وكانت جايه مخصوص عشان تراقب توماس شيلبي وتقدر توصل عن طريقه لمكان الاسلحه. المفتش كامبل بيبدا يضرب من حديد وبيقبض على الاخ الكبير ارثر وبيعذبه ابشع تعذيب لانه كان فاكره هو الزعيم الفعلي لعصابه البيكي بلايندرز. بس بعد كده بيكتشف ان ارثر فعلا ما يعرفش حاجه، وبيعرف من جريس ان العقل المدبر هو توماس شيلبي. والشرطه بتبدا تكسر في بيوت الناس وتهينهم وترمي لهم العفش بتاعهم بره بيوتهم عشان يقلبوا على عصابه البيكي بليندرز، وده لان الناس دي كانت بتدفع زي اتاوه كده للعصابه دي. بس توماس مش بيسكت، فبيقرر يقلب الراي العام كله عليهم، فبيقرر يقلب الراي العام كله على الشرطه. بيخلي رجالته يجيبوا صور ملك انجلترا ويحرقوها في الشارع، ويجيب صحفي يصور اللي بيحصل وبينشر كل اللي حصل ده في الجرايد عشان يوصل رساله للوزير ان المفتش بتاعه بيخرب المدينه. وبالفعل الوزير بيكلم كامبل يمسح بيه الارض ويأمره انه يوقف التفتيش العشوائي وما يقبضش على اي حد بدون سبب. ودي كده نقطه في صالح توماس. في وسط الخراب ده كله توماس بقى بيبص لقدام، كان عاوز يوسع شغله ويبقى اقوى من بيلي كيمبر. وبيلي كيمبر ده يا سيدي كان الزعيم المسيطر على كل سباقات الخيول. بس توماس عشان يوصل لده كان لازم يعمل شويه حوارات ونوش. راح عمل صفقه مع المفتش كامبل، قابلوا بعض وقال له سيبني اوسع شغلي واقضي على كل اعدائي، وفي المقابل هرجع لك الاسلحه بطريقتي وانت هتترقى وانا هبقى المسيطر على كل سباقات الخيول. والظابط كامبل وافق وهو بيجز على اسنانه. وعصابه تومي بتدخل في عداوه دمويه مع عيله غجريه اسمها عيله لي، وده لانهم سخروا من الاخ الكبير ارثر. فقررت عصابه البيكي بليندرز انها تاكلهم علقه موت. بس السيطره دي ما طولتش، وده لان عصابه لي قررت انها ترد لهم القلم عن طريق انها دخلت كل مخازنهم وسرقت كل حاجه فيها وكسرتها. ولما بيلي كيمبر بيعرف ان تومي عايز يدخل سباق الخيول وينافس فيه بيجيله الحانه وبيهدده. بس تومي بيلعبها صح، بيقنعه انهم لازم يتحدوا مع بعض عشان يقضوا على عيله لي، وده لان عيله لي المنافسه لبيلي كيمبر. فكيمبر بيوافق وبيرمي لتومي عمله معدنيه على الارض كاهانه ليه، وبيقول له خد يا سيدي العربون بتاعك. وتومي بمنتهى البرود بيوطي على الارض وبياخدها، وده لانه عارف مين اللي هيضحك في الاخر. بعد كده تومي بقى كان عايز يخلص من صداع عيله لي، فبيروح عشان يقابل الزعيمه بتاعتهم وبيقول لها انا عايز احل الخلافات اللي بينا بدل ما كل واحد فينا بيروح يضرب التاني من ورا. بس الزعيمه ما بتصدقوش، فبيعرض عليها عرض بيقول لها عشان الخلاف اللي بيننا ينتهي لازم واحد من عندنا يتجوز حد من عندكم، عايزين نشوف عروسه من عندكم لاخويا جون، وده في مقابل ان احنا نقضي على بيلي كيمبر. وفعلا الزعيمه بتوافق وبياخدوا جون عشان يوروه عروسته الجديده اللي ما يعرفهاش وبيتجوزوا. وبيتفقوا العيلتين على انهم يقضوا على بيلي كيمبر. في الوقت بقى اللي تومي بيبني فيه الامبراطوريه بتاعته في حاجتين كانوا بينغصوا عليه عيشته. الاولى اخته ايدا اللي بتحب واحد شيوعي اسمه فريدي، وده كان عامل له مشاكل كبيره مع الشرطه ومع عيلته. والتانية يا سيدي كانت جريس. تومي اللي قلبه حجر اخيرا بيبدا يقع في حب جريس، بيعزمها على سباق خيول. ولما بيلي كيمبر بيقابله بيطلب منه انه يقضي سهره مع جريس في البيت، وده كان شرط للشراكه. فتومي بيوافق في الاول، واول ما كيمبر بياخد جريس معاه الفيلا بتاعته تومي قلبه ما بيطوعوش وبيرجع بسرعه عشان ينقذها. وبيخش له في فيلا يخطف منه جريس ويقول له انا عرفت انها عندها مرض الايدز وكده ممكن تنقل لك العدوى. وفعلا كيمبر بيصدقه وبيسيبها تمشي. بس بقى الحلو ما بيكملش، جريس اللي حبت تومي بتلاقي نفسها بين نارين، حبها ليه ومهمتها مع كامبل. وبذكائها وهي بتفتش في الورق بتعرف انهم بيروحوا يزوروا قبر ما فيهوش حد ميت، فبتشك انهم في القبر ده دافنين الاسلحه. فبتروح تبلغ كامبل واللي بياخد معاه قوه وبيروحوا ينبشوا في القبر ده، وفعلا بيلاقوا الاسلحه كلها. وهنا كل حاجه بتبدا تنهار فوق دماغ توماس. جريس بتنكشف قدامهم انها
مُخبرة بس بتعترف لعمته إنها فعلًا بتحبه، فعمته بتقول لها: "استحالة واحدة زيِّك تدخل عيلتنا، خدي بعضِك من هنا وهاجري من البلد لمصلحتِك." وكامبل بيكسر اتفاقه وبيعتقل فريدي جوز أخت تومي، وطبعًا لمّا أيدا أخت تومي بتعرف بتفتكر إن توماس هو اللي بلّغ عنه عشان يتقبض عليه. أمّا بقى المصيبة الكبيرة اللي بيلي كيمبر بيكتشف إن توماس بيخونه، فبيجمع جيشه وبيقرر إنه يروح يهجم على برمنجهام عشان يمسح البيكي بلايندرز من على وش الأرض. توماس بيجمع رجالته وبيحاول يوصل لعيلة ليه عشان تبعت له رجالة بس ما بيلحقش، فبيخرجوا يواجهوا الموت قدام بيلي كيمبر، الأسلحة بتترفع في وش بعض والدم خلاص هيسيل، لحد ما فجأة أيدا بتدخل في النص وبتكون معاها ابنها الرضيع، وبتقف بين الجيشين تقول لهم: "أنا لابسة أسود عشان حد فيكم هيموت النهارده." في اللحظة دي كله بيسكت، بس بيلي كيمبر بيقول لها: "عندِك حق، الناس دي كلها ما تستحقش الموت، بس في شخص واحد هو اللي يستحق الموت." وبيطلع مسدسه ويضرب توماس بالنار، بس الإصابة بتيجي في كتفه، وهنا توماس ما بيفكرش مرتين، بيسحب مسدسه وبطلقة واحدة في نص دماغ بيلي كيمبر بيوقعه ميت في ساعتها، والمعركة بتنتهي من قبل ما تبدأ، ورجال الكيمبر بينسحبوا فورا، وتوماس بيقول لهم: "أنا الملك الجديد لسباقات الخيول." الموسم ده بينتهي على مشهد يحبس الأنفاس. جريس بتقرر إنها تسيب برمنجهام وتروح لندن بعد ما قلبها انكسر، والمفتش كامبل اللي اتجنن من الغيرة والحقد بيطاردها لمحطة القطر وبيرفع عليها المسدس، فبنسمع صوت طلقة بس ما بنعرفش مين اللي ضرب ومين اللي اتصاب، وبكده بيكسب توماس شيلبي في معركته الأولى، بس بيدفع الثمن كسرة قلبه. يا ترى إيه اللي هيحصل في السيزون الجاي، وإزاي تومي هيواجه العصابات الأكبر في لندن؟ لو عجبك الملخص اخبط اللايك المتين واشترك في القناة عشان يوصلك الجزء الثاني أول ما ينزل. سلام.